أنا أقدر أهدم ثقة ابني في نفسه بإن أنا دايمًا أقول له أنت فاشل، أنت عمرك ما هتبقى كويس، أنتِ دايمًا صوتِك عالي كده وهتفضلي مش عارف إيه، أيوه أنتِ ما حدش بيحبِك، والاقي نفسي حاطة ضوء على صفاتها الوحشة بس. طب تفتكروا هتحبني ليه؟ هتيجي تتكلم معايا ليه؟ هتصاحبني ليه وأنا مش باقول لها غير المواقف الوحشة بس اللي فيها؟ بل بالعكس، عارفين حتى لو ابنك والّا بنتك في مواقف وحشة، اعكسوا المواقف دي وكأنها حلوة، يعني لو هو بيكذب كتير دايمًا قولوا له أنا واثق فيك، طب أنا عارفة إنه بيكذب، قولي بس كده، أنا واثقة فيكِ، عارفة إنِك عمرِك ما تكذبي، بالعكس الكلمة دي هتصلّح الكذب اللي جواها. بنتِك بخيلة مش بترضى تصرف حاجة وأنتِ ملاحظة ده، ابتدي كلميها عن الكرم وعن قد إيه الإنسان الكريم ربنا سبحانه وتعالى بيحبه وبيكرمه وبيدّي له أكتر، كل ما بتدّي دي تجارة مع ربنا سبحانه وتعالى،